السلام عليكم. هذه واحد الخدمة جينا حطينا الرحال فيها باش نقوموا بالواجب ديالنا فيها، وما فيها باس نشرحوا لك المراحل اللي غادي تمر من هاد الإصلاحات وكيفاش غادي تكون هاد الإصلاحات. أول حاجة اللي غادي نبداو بها هو الصالون. خصنا نحيدوا هاد الحيط هذا باش نشاركوه مع واحد البيت حداه باش يولي الصالون كبير وفي نفس الوقت غادي يدخل لنا الضوء للدار. وحتى هاد الشرجم هذا غادي نحيدوه ونزيدو نكبروه مزيان حتى لتحت باش نركبوا فيه واحد الشرجم بزجاج باش يعطي واحد الشوفة وواحد النظرة زوينة في الصالون، وفي نفس الوقت غادي يكون مهوي وداخل الضوء مزيان. والبيبان حتى هما غادي يتحيدوا ديال الدار كاملة غادي يتعاودوا. هاد الحيط جا في المراح مقاود مع الباب ديال الدخلة اللي هو ديال البيت اللي غادي نشاركوه مع الصالون، غادي نهرسوه تا هو ونحيدوه. وهاد البيت اللي غادي تشارك مع الصالون غادي نفتحوا فيه جوج ديال البيبان. الباب الاول هو هاد الشرجم اللي كان فيه، غادي نحيدوا هذاك الشرجم ونهبطوه حتى لتحت ونفتحوا فيه باب تما باش نوليو ندخلوا لهذيك البنيقه اللي تما اللي غادي تكون بحال الجرده. وهذيك البلايصه اللي تما بحال الجرده كيشوف فيها هذاك الشرجم الاول اللي شن الكبير اللي غادي نفتحوه في الصالون. وهذا الشرجم اللي كتشوفوا فيه صغير هنا في هذا البيت تا هو غنفتحوا فيه واحد الباب قد الباب اللي مقابل معاه يشوف الجرده باش يدخل ليه الضوء مزيان. دابا غادي ندوزوا للبيوت الاخرين اللي لداخل باش نشوفوا التغييرات اللي غادي تكون فيهم حتى هما. هاد البلاصه اللي هنايا غادي تكون معزوله بوحدها على الصالون، يعني فارق بيناتهم حيط. هاد المساحه اللي كتشوفوا فيها هنايا غادي يكونوا فيها 3 البيوت زائد الكوزينه. البيت الاول هو هذا اللي غادي نفتحوا فيه داك الباب اللي قلنا من الجهه الاخرى اللي مقابل مع ديك البلايصه اللي غادي تكون فيها الجريده. ولكن هذا الباب ما غاديش يكون رئيسي باش يدخل ويخرج، وانما غنديروا غير على حساب باش يدخل لنا غير الضوء لهذا البيت هذا. وهذا الحيط اللي كتشوفوا فيه من هنايا كاين فيه بلاكار من الجهه الاخرى ديال البيت الاخر، وغادي نهرسوه باش نزيدو نوسعوه شويه ونسدوه من الجهه الاخرى. والبلاكار هو هذا اللي في هذا البيت هذا، وغادي تسد من هنايا ويتفتح من الجهه الاخرى باش نوسعوا به البيت الاخر. يعني المساحه اللي في هذا البلاكار هذا غادي تولي مزيوده في البيت الاخر. وبالنسبه للتغييرات في هذا البيت هذا، هو هذا الشرجم غادي تسد باش دار في بلاصتو التلفازه. وهذا الباب اللي كيخرج للباركو غادي تحيد باش يدار في بلاصتو واحد الباب اخر ديال الالومنيوم، لانهم هذوك البيبان ماشي ديال الالومنيوم، ديال الحديد اللي هما قدام بزاف. وهاد البلاصه هي اللي غادي يكون فيها البلاكار على شكل ال، غادي يمشي على هذا الحيط هذا ويدور حتى عند الباب اللي كيخرج للباركو. دابا غادي ندوزو للبيت الثالث اللي في جنب هذا اللي غادي نرجعوه من بعد كوزينه، ما غاديش يبقى بيت. غادي نهرسوا ليه هذا الحيط هذا، غادي تهرس كامل باش تجينا الكوزينه هنايا مفتوحه كتشوف في هذيك الوسعه اللي كاينه تما اللي قلنا معزوله على الصالون. دابا غادي ندوزو للكوزينه اللي غادي نرجعوها بيت، ولكن بانت لينا قليله العرض شويه، العرض ديالها قليل باش غادي يرجع لينا بيت، خاصنا نوسعوها شويه. والحل الوحيد اللي غادي نديروه باش نوسعوا شويه هاد الكوزينه وتولي بيت هو غادي نريبوا الحيوطه بجوج ديال البيوت اللي شرحناهم سابقا، باش كل واحد نقصوا منه شويه ونزيدوه في هاد الكوزينه هادي باش تولي بيت. اذا هاد الدار غادي يكون فيها الدمار الشامل، نقدروا نقولوا غادي تعاود لها الفصاله كامله من جديد. اذا ما عليك الا تتبع معنا المراحل اللي غادي تمر منا الاصلاحات كامله ديال هاد الدار هادي. وبالنسبه للحمامات غادي يكونوا فيها جوج، هذا غادي يكون قريب للبلاصه فين كاينين البيوت والكوزينه، والاخر غادي يكون قريب للبلاصه ديال الصالون. وبالنسبه للخدمه اللي غادي تكون في هذا الحمام هذا، هو الباب ما جاش في المكان المناسب غادي يتحول، زائد جا صغير شويه غادي نزيدو مازال نوسعوه. ومازال غادي تشوفوا معنا هذا الشيء في المراحل الجايه باش تفهموا مزيان هذه الخدمه هذه. وهذا الحيط هو اللي غادي نهرسوه ونريبوه في هذا الحمام هذا باش نزيدو ندخلوا في ديك البلاصه فين كانت الكوزينه وغنرجعوها بيت باش غادي يكبر مزيان. وهذا هو الحمام الثاني اللي غادي يكون خاص بالصالون، غادي تحول ليه الباب في الوسط ديالو، وغادي تكون كابين دوش على اليسر ولافابو مقابل مع الباب، والطواليت سيسبوندي غتكون في الجهه اليمنيه. ودابا على بركه الله غادي نبداو الاشغال ديالنا، وغادي نبداو بالبيبان هما الاولين نحيدوهم. وهذه هي اول دقه جاتها بجنابها. وإلا بغيتي تعرف هاد الدار كيفاش غادي تولي من بعد ان شاء الله، ما عليك الا تسنى الفيديوهات القادمه باش نستافدوا جميع. السلام عليكم.